السلام عليكم. طبعا واخيرا رجعنا للقناه بعد ما صار لنا 4 شهور قاطعين عليها. وطبعا انا قطعت السببين، اول شيء ظروف عائليه، ثاني شيء الامتحانات. وطبعا اللي يحب يشوف سعياتي فهذني هنا شوفن. طبعا مطلع احفاء بس مادتين، علم الارض والاسلاميه. ولا حد يقول لي ليش الاحياء 54 ولو انا مو كانت عجبت بي احفاء؟ حبيبي الاحياء يمك شكل يمي غير شكل، انا اشوفها صعب، انت تشوفها اسلاميه وانا اشوفها فيزياء. هاي وجهه نظرنا. المهم هسه هذا الحكي كله عباره عن مقدمه، خلونا نطب المقطع. اول امتحان لي كان عربي، وبالمناسبه احتاج بيه 50 درجه، يلا انجح. بويا منين اجيبها؟ النوب الجدول ما يساعد ابن ما يساعد. شوفوا، اول يوم اسلاميه احفاء، احنا شو علينا بيها؟ عندنا احنا اول شيء عربي، النوب انجليزي، النوب فيزياء، وشنو خالي كلهن يوم ورا يوم. وانت تخيل، بالله انا الفيزياء والعربي مالي شغل بيهن، لان العربي هو اول امتحان والفيزياء سعي بيزيان، يعني يحتاج 37 درجه. بس وين الغصة؟ الغصة بالانجليزي، يعني صاير بنصهم وخمس فصول. طبعا هو اسمه يونت، بس انا اسميه فصل لان جمع يونت ما اعرفه شنو هو. يونت محمود. يا اخوان صوتي احسه خايس بالمايك هذا، شنو السالفه؟ قاعد مشتري ب 15000 انا عبالك جاي احكي بلا سلكي. المهم هسه انا وين طفرت، نرجع لموضوعنا. شوفوا، مرت الايام اجى امتحان العربي، رحت له متفائل. ليش؟ لان دارس الجزئين وبكل فخر. طبيت للقاعة، والأحلى جماعتي كانوا وياي، وإحنا فرحانين وواحد يغمز للثاني، ومنا لما نطب المراقب شايل بدا الأسئلة تغيرت وجوهنا. يا أخي حق الغير أول امتحان طبعا نخاف. المهم توزعت الأسئلة وبالقرآن بالبداية، ركز بالبداية ولا سؤال عرفته، يعني وضعي هيك صار بالضبط. انه انا بهاي اللحظه كنت معتمد على الله والادب، هسه بس على الله معتمد. المهم بالنهاية طلعت 50 ونعم الله. المهم اللي بعده الإنجليزي والفيزياء كلش ما عانيت من عندهم وتخطيتهم بسهولة. فتعالوا خل نطفر على الكيمياء. الكيمياء توقعتها تكون اسهل ماده علميه، السبب لان كان عندي يوم اضافي ادرس بيه. بس والله الاسئله كانت صعبه لدرجه بديت اغش من صاحبي الاكسل مني. مو بس انا والله، الطلاب كلها غشت، ومع ذلك اجى المراقب قال لي قوم وراقد بالاخير. وشنو والله شايف من الكاميرات انا داير على صاحبي اللي وراي. كالعقله تحكي هذول جاي يسوي يلعبون طاولي. المهم مع ذلك ما احتاجت الغش، من غشنا ليس منا، وطلعت 51 نعم من الله. باختصار اللي يقول لي شلون نجحت راح اقول لك بزودي، بتعبي، بدمي، بجهدي. وهاي الدرجات النهائيه، وحاليا انا قدام كم طالب سادس علمي.